المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية التي نسهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إحياء اليوم العالمي للتبرع بالدم في القاشبركة. دورة تدريبية لأعضاء سلطة الغابات والحياة البرية. بدء حملة الطلاب التنموية في إقليم جنوب البحر الأحمر. مجموعة السبع تقرض عائدات الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا. الصين تحث الاتحاد الأوروبي على إعادة التفكير في التعريفات الجمركية. تركيا وإسبانيا توقعان 11 اتفاقية عقب قمة حكومية مشتركة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. احتفل إقليم القاشبركة بالرابع من يونيو في اليوم العالمي للتبرع بالدم في حاضرة الإقليم مدينة بارنتو بالتبرع بالدم وأنشطة أخرى تحت شعار شكرا للمتبرعين بالدم. وأقيمت برامج فنية وثقافية للتوعية بأهمية التبرع بالدم عامة والتبرع التطوعي خاصة. وقال المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية السيد فرانكو كوبابا إن هذا اليوم هو يوم نتعهد فيه كمواطنين لإنقاذ الحياة، وأوضح بأن زيادة العدد ليست مسؤولية الجمعية وحدها بل تتطلب مساهمة المجتمع عامة. وقال رئيس الجمعية الوطنية للمتبرعين الطوعيين بالدم فريق إقليم القاشبركة سيد جبر مسكال إمبايم قال إن برنامج إحياء الذكرى الذي تم الاحتفاء به بالتبرع الطوعي ساهم بشكل كبير في رفع مستوى الوعي، وأكد أنه سيتم العمل على هذا الجانب بجدية. وأوضح مسؤول الصحة في الإقليم الدكتور حيلوم كيداني وجود متطلبات ما بين 3500 إلى 4000 كيس دم على مستوى الإقليم، مضيفا أن حوالي 34% من إجمالي طلب المؤسسات الصحية تم تغطيته من جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم عام 2023. وأوضح حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي أن التبرع بالدم واجب وطني يسير جنبا إلى جنب برامج التنمية في البلاد، وحث الجمعية الوطنية للتبرع الطوعي بالدم على العمل الجاد لإيصال برامجها لجميع المناطق ورفع وعي المجتمع لزيادة أعضائها. نظمت سلطة الغابات والحياة البرية دورة تدريبية ل96 من أعضائها الجدد في مدرسة طوكر للتأهيل المهني امتدت إلى شهرين، وتركزت حول مجال تنمية الغابات والحفاظ على الحياة البرية ومراقبة الغابات والحياة البرية. وأوضح ممثل المدرسة المقدم أرأيا جرزجهر إن التدريب يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات المهنية للأعضاء، وأشاد بمكتب هيئة أركان قوات الدفاع وسلطة الغابات والحياة البرية والمتدربين لإنجاح التدريب. من جانبه وعد ممثل الخريجين بالعمل الجاد من أجل إنجاح برامج الاستثمار الأخضر بالتدريب الذي تلقوه. وقال المدير العام لسلطة الغابات والحياة البرية العقيد كنفي هابتوم إن هذا التدريب ينظم للمرة السادسة. بدأت في 10 من يونيو حملة الطلاب التنموية في إقليم جنوب البحر الأحمر بطلاب المرحلة الثانوية بعد انتهاء العام الدراسي. وأوضح مسؤول التعليم في الإقليم الأستاذ حاجوس أدحنا أن الحملة هذه السنة تنظم في عصب وطيعو وأفنبو ووادي لمدة شهر، خلافا للأعوام السابقة التي كانت تنظم فيها فقط في مدينة عصب. وتشمل الحملة أنشطة التشجير وحماية التربة وحفظ المياه، وسيتم التشجير في جميع المدارس والمكاتب الحكومية ودور العبادة، بالإضافة إلى رعاية الأشجار المشتولة سابقا. وذكر مسؤول وحدة المدارس الثانوية ومنسق حملة الطلاب التنموية الأستاذ برهان جرزجهر بأن حوالي 500 طالب سيشاركون في الحملة.
تخرج يوم 13 من يونيو 23 من أعضاء الشرطة من دورة تدريبية لشهرين في مركز تدريب قوات الشرطة والأمن في دك أمحارية حول أساليب التحقيقات الجنائية. تضمن التدريب أساسيات التحقيقات الجنائية والتحقيقات الشفهية وفنيات التحقيق الجنائي ومتابعة القانون وعلم النفس والتربية الوطنية والحشائش المخدرة. وأكد مسؤول مكتب التعليم الشرطي المهني الرائد عن دوم محاري في مراسم التخريج أكد على أهمية التدريب لكفاءة العمل والتحقيقات الجنائية. من جانبه أوضح مسؤول الإدارة والمالية في شرطة إرتريا العقيد هبت مريم تسفى مريم أن تقوية التحقيقات الجنائية من البرامج الأساسية، داعيا المتخرجين للعمل الجاد لاحترام القانون والنظام وإحلال السلم وبذل الجهد لتطوير القدرات. وقدمت الشهادات للمتدربين والجوائز للمتفوقين. عقد سيمينار لعمال المرافق الخدمية في بارونتو حول فوائد الضيافة الممتازة والاستقبال الودود. وأوضح مسؤول فرع الدراسات ومتابعة الموارد في قسم السياحة في إقليم الكاشباركا السيد سمرت قبر مدهن في السيمينار الذي عقد يوم 12 من يونيو أن حسن الضيافة عامل يؤثر بشكل مباشر على العلاقة بين مقدمي الخدمات والعملاء. كما تم تقديم شرح حول أهمية النظافة ودورها في ضمان السلام والأمن في محيطهم. وذكر السيد سمرات أن السيمينار يأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان جودة الخدمات المقدمة وخلق بيئة ترضي العملاء. نظمت في مديرية الدبار وأنشطة النفير في مقبرة الشهداء يوم 13 من يونيو وتبرع تطوعي بالدم بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. من ناحية أخرى دعا مسؤول المركز الصحي في دبار والممرض إلياس جرزجهير المواطنين إلى المشاركة في التبرع بالدم لإنقاذ الأرواح بالدم الذي يمكن تعويضه. وقال مدير مديرية دبار السيد فروانجل تخلا همانوت إن إحياء ذكرى الشهداء بالعمل التنموي أصبح من قيم مجتمعنا الذي يجب نقله إلى الأجيال. استشهد في 16 من يونيو مسؤول قسم التجارة والصناعة في إدارة الإقليم الجنوبي المناضل تولد أبرهة ولد ميكائيل عن عمر يناهز 70 عاما جراء مرض ألم به. انضم المناضل تولدي بصفوف قوات التحرير الشعبية في أغسطس عام 1973 وخدم في مرحلة الكفاح المسلح في القوات المقاتلة من الجندي العادي حتى قائد سرية، وكذلك في مختلف أجهزة التنظيم بمختلف مستويات المسؤولية. وبعد الاستقلال عمل في وكالة الإغاثة والتأهيل الإرترية وجمعية معاقي الحرب، والمدير التنفيذي في إدارة مديرية دبارة ومسؤول قسم التجارة والصناعة في الإقليم الجنوبي. المناضل تولد أبرهام متزوج وأب ل5 أبناء، وقد وري جثمانها الثرى عصر اليوم 14 من يونيو في مقبرة الشهداء في أسمرة. وتعرب إدارة الإقليم الجنوبي عن حزنها العميق لاستشهاد المناضل تولد أبرهة ولد ميكائيل، وتقدم التعازي لأسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا الأكارم، كانت هذه الأنباء المحلية. فاصل قصير ومن ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، وافقت دول مجموعة السبع على إقراض أوكرانيا 50 مليار يورو عبر استخدام المال الناتج عن الأصول الروسية المجمدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية وبلومبرغ عن مصادر. ومن المقرر أن تستخدم أوكرانيا التي مزقتها الحرب حزمة القروض لتعزيز دفاعها العسكري ضد روسيا وتمويل إعادة إعمار البنية التحتية، وكذا تمويل موازنة الدولة الأوكرانية. ومن المقرر أن تبدأ المساعدات الجديدة في الوصول لأوكرانيا بحلول نهاية العام، في حين يتوقع أن تدعم الخطة كييف على المدى المتوسط وتساعد في تغطية احتياجاتها التمويلية حتى عام 2025 وما بعده. ويجتمع قادة مجموعة السبع في قمة تنعقد بجنوب إيطاليا إلى السبت المقبل.
أعربت الصين عن أملها في أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر بجدية في الرسوم الجمركية المخطط لها على السيارات الكهربائية الصينية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة خطوة في الاتجاه الخاطئ. ويأتي هذا التعليق الذي نشرته وكالة أنباء شينخوا في أعقاب إعلان المفوضية الأوروبية مؤخرا أنها ستفرض رسوما إضافية تصل إلى 38.1% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة بدءا من يوليو. وقد أشارت الحكومة الصينية إلى أنها ستتخذ إجراءات لحماية مصالحها ردا على الرسوم الجمركية. وينظر إلى هذه الخطوة من جانب الاتحاد الأوروبي على أنها استجابة للتحدي الذي يمثله تدفق السيارات الكهربائية الصينية منخفضة التكلفة على شركات صناعة السيارات الأوروبية. وقعت تركيا وإسبانيا 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على هامش القمة الحكومية الثامنة للبلدين. وعقب الاجتماعات الفردية والمشتركة بين وفدي البلدين في قصر مونكولو بالعاصمة مدريد، أقيمت مراسم توقيع اتفاقيات متنوعة. ووقع البلدان 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة والزراعة والصناعة والعمل والتعليم والتجارة والتعاون العلمي والتكنولوجي. علقت بورصة موسكو البورصة الرئيسية في روسيا مؤقتا تداول الدولار الأمريكي واليورو بعد حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية وفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء. وقال البنك المركزي الروسي إنه تم تعليق جلسات التداول في أسواق الصرف الأجنبي والمعادن الثمينة وأسواق المشتقات في بورصة موسكو مع التسويات بتلك العملات دون تحديد إطار زمني. وفرضت الإدارة الأمريكية مجموعة من أكثر من 300 عقوبات جديدة. واستهدفت الولايات المتحدة بالعقوبات بورصة موسكو وغيرها من الكيانات الاقتصادية. مشاهدينا نتابع ختام هذه النشرة أهم وأبرز العناوين. إحياء اليوم العالمي للتبرع بالدم في القاشبركة. دورة تدريبية لأعضاء سلطة الغابات والحياة البرية. بدء حملة الطلاب التنموية في إقليم جنوب البحر الأحمر. مجموعة السبع تقرض عائدات الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا. الصين تحث الاتحاد الأوروبي على إعادة التفكير في التعريفات الجمركية. تركيا وإسبانيا توقعان 11 اتفاقية عقب قمة حكومية مشتركة. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.